تحياتي والسلام عليكم. اليوم حابين نعملوا شريط بما يخص الاحداث اللي صارت معنا في سوسه يوم 13 افريل 2014 في سوسه. حسن الحظ معناها حرار النجم الساحلي وحرار سوسه معنا ما تحتش رواح. تفكروا يا توانسه يا سحليه، حرار صار بالضبط في مصر. العمليه راهي مشابهه، نسخه مطابقه الاصل. اللي صار في مصر تحو 200 راهي عمليه ممنهجه من عصابه جنيح، آل جنيح، ولاده حسين وعمر والميليشيات اللي معاهم كما زياد الجزيري وفؤاد شتالي وصاحبي بن ساسي شهرة بسيسة وحسام كناني. هما عندهم هذوما قادة العصابة نتاع بريغاد روج، وتحتهم واحد يخدم سيرفور اسمه طارق العوابي. شنو المخطط هذا؟ المخطط دني كبير ياسر، حصلوا فيه جماهير نجم الرياض الساحلي، شباب معناها طايش 16 17 و14 حصلوا. وقع معناها بعد الهدف الثاني نتاع نادي الصفاقسي، فهمت؟ وقع معناها عطاو الاشاره بالتليفونات SMS للمرتزقه هذه نتاع البريغاد روج اللي ترأسها طارق العوابي باش يضربوا الحاكم بالمقذوفات وبالدبابس وبالحجر. هذا مخطط معناها مخدوم بين معناها عثمان جنيح والرموز الفاسده نتاع البريغاد روج والامنيين الفاسدين. الامنيين الفاسدين هذا مخطط دني يحبوا معناها يبثوا الفتنه في الساحل والعنصريه، ويقع معناها حمام دم، ومن الطاف الله ما تحتش رواح. هذا هو المخطط تاعهم، كله حسابات واجندات سياسيه لمصلحه حزب التجمع وحزب الدساتره اللي ترأسها حامد القروي. هذا هو مخطط نتاعهم في الساحل. والعباد اللي يقوموا بالفتنه ويقولوا في عبارات معناها عنصريه كلهم براينيه ماهوش سواحليه، كلهم معناها ديزاريفيست. احتلوا نجم الساحلي وخنقوا هذه الجمعيه، وبالجمعيه هذه قاعد يبثوا في السموم نتاعهم على سوسه وعلى شرفاء الساحل. وباش نوريكم معناها كل شيء بالتفاصيل راهو صار بالضبط، والتايمينج اللي عملوه آل جنيح هذا عثمان جنيح وولاده وعصابه البريغاد روج. ما نقولوش احنا كل بريغاد روج، فئه من بريغاد روج قاعد معناها تبث في السم نتاعها وبث في الفتنه، وقاعده تكسر وتخرب في النجم الساحلي وتخرب حتى في الساحل باش يرجعوا يحكموا من جديد. اللي يعلوهم معناها القاده اللي تعلوهم كيما عثمان جنيح وحامد القروي يحكموا في الساحل ويحكموا في شرفاء الساحل، لكن اسمه سواحليه الحرار يتصدوا لهم، وحرار معناها لي سبورتور لي فري سبورتور نتاع النجم الساحلي يلزمهم يقوموا ضد هذه العصابه اللي خانقه جمعيتنا. وبصفتي معناها لاعب دولي سابق ولاعب نجم الساحلي انا ما نتشرفش بهم، هذه لا اتشرف بهذه العصابه اللي خانقه النجم الساحلي وتبثوا في سمومها. وتفكروا قبل العميل التالي صار بالضبط معناها بين في ملعب اولمبي بسوسه في مباراه في بطوله افريقيه بين الترجي الرياضي التونسي ونجم الساحلي، كيف رابحه دزاميتون ترجي. صارت معناها العمليه بها عمليه معناها هي بيدها معناها نسخه مطابقه الاصل. ضرب معناها في التيران وحجر ودبابس ضد الامن، والامن رجع بالبومب كريموجين وضرب وكل شيء. وشكون راح ضحيتها؟ الجماهير معناها والشباب الطايش اللي مشالق بالفخ هذا لا تيوري دي كومبلو اللي عم فيه عثمان جنيح والعصابه نتاعها. نشوفوا بالتفاصيل وبالدليل شكون وراء هذه العصابه. نشوفوا هنا العبارات معناها والكلام الفاسد اللي يقولوا فيه هذه المرتزقه من البريغاد روج، كعبات فروخ فهمت، مرتزقه يمولوا فيهم بالحشيش وبالحرابش معناها الاكستازي حبوب الهلوسه. هذا سيد هذا اسمه طارق العوابي يخدم سيرفور في تاج مرحبا. هذا عميل حسين جنيح وعمر جنيح، هذا يتلقى في فلوس ويعطي فيها الشباب الطايش هذا باش يكسر وينهب. ومن الطف الله ما طاحتش رواح في ملعب اولمبي بسوسه يوم 13 افريل 2014. الامن دخل بقوه وخمد هذه الثوره وهذه الفتنه الكبيره. يجب محاسبه هذه الرموز الفاسده وشكون عليهم وشكون اعطاهم الاوامر ببث الفتنه. نسمعوا هنا هذا الشرذمه الحيوانات ايش تحكي تو ضد الصفاقسيه وضد التوانسه وضد حتى السواحليه الحرام.
هذا هو طارق العوابي مفسود ولد الكازمات، واحد فاسد حشاكم كلب. طحان حسين جنيح وطحان زياد الجزيري يتلقى في الفلوس ولابس تريكو نتاع ريسبي، ما يعرفش معناها تريكو ريسبي. ريسبي هو الاحترام، احترام المنافس. هذا جماعة مزطلة ومحربشة محتلة الساحل وتبث في الفتنة، ويلزم على السلطات والقضاء يتحمل مسؤوليته ويقبض عليه السيد هذا ويحاكمه. السيد هذا خاطر ولا شيء خطير ياسر. شباب هكا 17 18 سنة يبثوا ويدوروا في الشوارع، من شارع ومن زنقة لزنقة، ويدوروا ويسبوا في التوانسة ويسبوا في أحرار تونس. كل شيء بالدليل، احنا نعطيكم كل شيء بالتفاصيل وبالدليل. احنا نحبوا السلطات، تو احنا في الساحل وفي سوسه تحمل مسؤوليتها تلقى عليه القبض. السيد هذا طارق العوابي راهو اليد اليمنى نتاع حسين جنيح وعمر جنيح وزياد الجزيري. هذا هو عمل فتنه كبيره في استاد يوم 13 افريل 2014 في مباراه النجم الرياضي الساحلي ونادي الصفاقسي، شويه تحت رواح كما في مصر. ولهذا لازم تحملوا مسؤولياتكم. نعاودوا نقولها يا سلطات، ولا خلي السواحليه الحرار يتمكنوا بهم ونقضيوا عليهم كل هذه عصابه آل جنيح اللي تحب تحكم في الساحل وتركع معناها تركع السواحليه. نرجعوا نكملوا الشريط نتاعنا. معناها كل شيء ممنهج. الشيء هذا يا سواحليه حرام، الشيء هذا ممنهج. هذه معناها السموم الملاقيت هذوما معناها نتاع سي عثمان جنيح، هذوما كل من السواحليه، وبيدو هو عثمان جنيح من الساحلي. حاشا شرفاء معناها القروان خرجت الرجال وجلاس خرجت الرجال، لكن هذه الفئه اللي تنتمي للقروان وجلاس ما نشرفوش بهم خاطر يبثوا في فتنه ويحبوا يحتلوا الساحل ويحبوا يسرقوا وينهبوا. هذه عصابه راه كبيره يلزم توقفوها قبل ما تكبر، على خاطر كان كبرت ما عادش تنجموا تسيطروا عليها. هذوما شباب طايش يمولوا فيهم بالزطله، ونعاودوا نقولها 100 مره باش يفهم التونسي البسيط والساحلي البسيط يفهم. يمول فيهم بالاكستازي وحبوب الهلوسه بالزطله بالفلوس، يعطي فيهم 30,000 كل نهار، شاري لهم موتوات فهمت، وعاطينهم تريكوات كل لابسين تريكوات كيف هكا ريسبي. معناها ما يعرفوش معناها ريسبي هو الاحترام، مش بث الفتنه ومش كلام زايد ضد معناها الفرق المنافسه. هذه الفئه معناها يلزم توقفها ويلزم القضاء يتحمل مسؤوليته، ويلزم الامن يتحمل مسؤوليته، يلزم وزير الداخليه يضرب ضربه من قويه ويوقفهم، لخاطر هذم قاعدين يكبروا وقاعدين يبثوا في الفتنه معناها في الساحل ويتعداوا على السواحليه ويتعداوا على الامنيين ويتعداوا على الدنيا الكل. هذا مخطط قلنا راهو من الامنيين فاسدين ومن قائد هذه الفرقه حسين جنيح، وشكون عليهم عثمان جنيح وحامد القروي. راهي خطه جهنميه ضد الساحل. فيقوا قبل ما يفوت الاوان. هذا هو اخر كلامنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.